مشاهدينا الكرام، أهلا بكم من جديد، ويسعدنا أن ينضم إلينا في هذه الفقرة عالم فيزياء نظرية ومهندس مصري كبير تخرج في كلية الهندسة جامعة هانوفر الألمانية عام 1968 ورشح لجائزة نوبل عام 2006. أستاذ الفيزياء النظرية بجامعة كامبريدج البريطانية وصاحب نظرية المقطع الذهبي في فيزياء الكم. قال عنها: لقد توصلت إليها منذ عام 1991 وقدمت حوالي 5 بحوث جديدة فيها. اعترض البعض على هذه النظرية وقتها، ولكن بعد مرور 19 عاما يأتي علماء تجريبيين ليثبتوا أن ما توصل إليه دكتور النشائي نظريا صحيح 100%، وهذا إنجاز علمي كبير. يسعدنا أن ينضم إلينا اليوم الدكتور محمد صلاح النشائي. أهلا بك دكتور محمد. أهلا بك يا شيخ. يعني بداية دكتور، أنا حابب إن احنا نرجع لبدايات الفترة اللي حضرتك كنت فيها في ألمانيا ومرحلة شباب سيادتك في سنة 68. ساعات مراتي بتقول يو ار ليت بلومر، يعني العبقرية نزلت عليا في وقت متأخر. أنا كنت شقي جدا وأنا صغير، وكنت أدرس كل حاجة إلا الحاجات اللي مطلوب مني إني أدرسها. الحقيقة كنت عايز أعرف كل حاجة، يعني عايز أعرف الشعر والفلسفة والموسيقى الكلاسيكية والموسيقى العربية والتركية والإيرانية. فطبعا ما فيش وقت غير إني عايز أخرج وأتفسح وألف في الدنيا. فالحقيقة كان يعني ده قبل دراسة الهندسة ولا في أثناءها؟ لا، قبل دراسة الهندسة. لا، أنا درست الهندسة مرغما أخاك لا بطل، عن طريق الوالد. مصمم على كده. نعم. وأشكر الله أن سمعت كلام أبويا. تعرف يعني أنا كل حاجة فضل الله عليا. اداني أب وأم وجهوني توجيهات الصح، على الرغم أن أنا كنت دايما متجه اتجاه الغلط، لكن كانوا ياخدوني يحطوني في اتجاه الصح، وغصب عني بمشي في الصح. عمري ما دخنت، عمري ما شربت كاس على الرغم، ولا لمسته، على الرغم ان انا عايش في اوروبا من وانا عندي 12 سنه عيل صغير. ربنا كان كريم معايا يعني. فكل المعلومات دي اتجمعت فجأة بقى وانفجرت. لكن ان انا اقول ان انا من اول يوم كنت ملتزم وشاطر وبتاع وانا صغير جدا وماليش في الامر حيله غير ان اسمع كلام الناظر. كنت الاول بتاع الفصل. بمجرد ما بقى ليا الحق ان انا اتكلم واعمل اللي انا عايزه، ما اعملش ابدا اللي حد طالب مني ان اعمله عشان اروح الامتحان. انا كنت اشتغل عشان انا بحب الشغل. النهارده انا عندي 70 سنه، بشتغل اكتر من لما كان عندي 17. ما زلت شباب ايضا. الحمد لله، دي نعمه من ربنا. كنت هموت من 3 سنين وربنا اللي انقذني. نحكي برضو على الرحله دي، بس انا حابب يعني قبل ما نتكلم على الرحله العلاجيه، انا اللي لفت نظري في الموضوع لما قريت طبعا، ودايما بنقرا في تاريخ حضرتك وسيرتك الذاتيه، ان الوالد هو اللي كان سبب انك تدخل في كليه الهندسه، وهو اللي وجهك لدخول كليه الهندسه. دائما ما رغبات الاباء بتتعارض مع رغبات الابناء، وبيدخل كليه رغما عنه فبيفشل فيها او ايا كان، ولكن سيادتك دخلت كليه الهندسه ووصلت لجائزه نوبل والترشيح لجائزه نوبل وكل هذه النظريات. بس مش في الهندسه. في الهندسه عملت فلوس كتير جدا الحقيقه. يعني كنت ناجح ماديا جدا الحمد لله، وده كان الاساس اللي خلاني اقدر اتفرغ لما انا كنت من الاول عارف ان انا موهوب فيه. ودي مأساة مصر، ان الحاجه اللي انت موهوب فيها ما تقدرش تشتغل فيها ببساطه، لان لقمه العيش مهمه جدا. ابويا الحقيقه له اثر رهيب عليا، وانا افتخر واظل افتخر الى ان اموت ان ابويا ضابط جيش مصري، ضابط عامل. والحقيقه رباني بحاجتين يمكن هي توصف برضو موقف الجيش المصري عامه من مصر: حب غامر وحزم في نفس الوقت. فما كانش فيه ممكن ان انا اقول لابويا الله يرحمه لا، ده انا كنت استاذ في كامبريدج واغنى منه ماديا، ويقول لي يا واد يا محمد، اقول له حاضر يا بابا. ما اقدرش. فهو الحقيقه اللي اختار لي الطريق الهندسي، وليه كلمه بقى مشهوره يعني: يا مهندس يا حمار. فكلمه صعبه جدا ما تجيش الا من ضابط جيش. حاضر يا فندم مهندس. بس لما لقاني ان انا لاعب زياده عن اللزوم قطع عني الفلوس لمده شهرين، لكن انا افهم بسرعه. اشتغلت بقى زي الدينامو عشان ايه؟ عشان اخلص الهندسه. والحمد لله، واللي بنصحه للاولاد
مفيش حد يخاف عليك، مفيش حد في الدنيا عايزك تبقى احسن منه الا ابوك. فالواحد يسمع كلام اهاليه مش وحش. طيب، نقطة التحول وتحول سيادتك إلى دراسة الفيزياء والإنجازات التي حققتها فيها والنظريات أيضا التي رشحتك لجائزة نوبل. الحقيقة من غرائب الأمور إن في حاجة معينة تلعب دور كبير جدا في اكتشافاتي اللي أنا عدلت فيها نظرية أينشتاين المشهورة بتاعت الطاقة تساوي الكتلة في مربع سرعة الضوء. هي غلط ب 95%، واللي أثبت إنها غلط جائزة نوبل ل 2011. جائزة نوبل ل 2011 حسبت الطاقة، حسبتها مش عن طريق نظرية وإنما عن طريق القياس. قياس بالأقمار الصناعية وما يسمى سوبر نوفا، انفجارات لنجوم ضخمة جدا. لما قاسوا لقوا أن نظرية أينشتاين مش ممكن تكون صح، أو إذا كانت هي صح يبقى في 95% من الطاقة اللي موجودة في الكون مش موجودة. يعني على ما يبدو سرقوا الكون مش سرقوا عبده يعني. فالحقيقة لا، نظرية أينشتاين صح وغلط. هي الطاقة تساوي الكتلة في مربع سرعة الضوء، خلينا أقولها بالإنجليزي E equal to mc square، ولكن مقسومة على 22. 22 دي ما كانش يعرفها أينشتاين وغلط فيها. دي اللي حضرتك أضفتها؟ لا، أضفتها، دي اللي أنا استنبطتها من الأساس، وقدرت بذلك إن أنا أثبت تقريبا هي 1 على 22، لكن الدقة هي المقطع الذهبي مضروب في 5 على 2. تقريبا هذا الرقم بتاع المقطع الذهبي أس 5 مقسوم على 2. المقطع الذهبي أس مش مضروب، سوري، المقطع الذهبي أس 5 to the power of 5، the golden mean to the power of 5 divided by 2 مضروبة في الكتلة في مربع الصوت تقريبا تساوي الكتلة في مربع الصوت مقسوم على 22. المقطع الذهبي ده اللي اكتشفوه بقى آسف هم القدماء المصريين، وأنا مصري، أنا جداد المصريين القدماء المصريين، في حياة تواصل عجيب وكلها لازم من عند حضرتك الله. تحكي لنا التواصل ده، وكمان يعني نعرج على قضية أو نظرية المقطع الذهبي علشان نفهمها للمصريين، وأيضا الربط ما بين قدماء المصريين واكتشافها وحضرتك اكتشافها الآن. المقطع الذهبي كان نسبة جمالية. الجمال هو قيم، الدين قيم، الأخلاق قيم، بس برضو القيم دي فيها الصح والغلط. منذ عهد النهضة الأوروبي، رينيسانس، مايكل أنجلو، ليوناردو دافنشي، وإن الكنيسة تفقد سيطرتها على الناس وتفصل الكنيسة عن الدولة، كان في فرق ما بين العلم والقيم. العلم ده حاجة تتعمل في المعمل تقاس، لكن القيم واحد بيحب ربنا ما بيعترفش بيه، دي حاجات شخصية لها أوضاع فلسفية ملهاش دعوة بالعلم. المقطع الذهبي حاجة غريبة جدا لأنه ينتمي إلى القيم، فاستخدموا القدماء المصريين في تنسيق شكل الهرم. أول مرة المقطع الذهبي عشان أقوله بس هو جذر 5 ناقص 1 مقسوم على 2، ده رقم يساوي 0.61803397725. أنا ممكن أقوله لمدة طويلة جدا ولا يمكن أن يكتب كبسط ومقام. طيب، احنا المعادلة كمان معانا على الشاشة لو حضرتك حابب كده الله تعلق عليها، بس يعني نوضح الشاشة شوية الدكتور. ده بقى ده أنا لازم أحكيها. ده أنا في الصين الحقيقة كانوا بيكرموني أول مرة أعلن من حوالي شهرين، وكان معايا مجموعة من العلماء المصريين من جامعة اسكندرية الحقيقة اللي يحبوني جدا، أنا ما زلت في جامعة اسكندرية. فكان في تمثال أينشتاين وجنبه المعادلة. بعد ما أنا قلت محاضراتي واضح إن المعادلة اللي جنب تمثال أينشتاين خطأ، فصححوها. وعلى طريقة على فكرة يعني المحبة الزايدة بيقولوا هيعملوا في الناحية التانية تمثال لمحمد النشائي، ده في شنغهاي على فكرة في الصين. المقدار ده برضو، الصورة دي برضو غلط، وكانت غلط كمان على غلاف مجلة التايمز 1952. أقول لك ليه؟ لأن هي تقريبا تساوي MC² على 22، لكن الدقة لازم يقول المقطع الذهبي
أس 5 مقسومة على 2. قيمتها بقى بالدقة 1/22.1803339، لكن بالنسبة ل 22 المقدار ده ايه تقدر تهمله، فكتبوها للتبسيط بالشكل ده. القدماء المصريين استخدموه في التنسيق، لأن حاجة غريبة عن المقطع الذهبي ده وقيمته، يسبب إيقاع وشعور بالجمال. لما حللوا فينوس آلهة الجمال في الميثولوجيا أو الأساطير الإغريقية القديمة، فينوس، فبوتيتشيلي أحد رسام عصر النهضة رسمها في محارة. لما تقيس جميع مقاييس فينوس تلاقيها مقاييس مقطع ذهبي. تطورت الأمور اللي هم واخدينها منين؟ ما تنساش من الفراعنة المصريين، من الأهرام. أول مرة يلاحظ الأهرام كان أول مرة يطبق فيها ولا أول مرة يلاحظ فيها المقطع الذهبي؟ يلاحظ فيها، حللوها بعد كده لما جه شامبليون هنا ودرسوا الآثار المصرية وبتاع، قالوا الله إيه ده المقطع الذهبي في الأهرام. مفيش حاجة أقدم من كده، في حاجة أجدد من كده تعود إلى الحضارة العربية في الأندلس، وكمان الحضارة العربية في إيران، في أصفهان، في جامع كل النقوشات فيه تعود إلى المقطع الذهبي. وفي عالم إيراني مسلم كتب بالعربي مقطوعة عن معنى المقطع الذهبي في إيه؟ في الهندسة. كل ده قبل ما محمد النشائي يتولد ولا جدته حتى اتولد. الغريبة بقى موسيقى فاغنر، موسيقى بتاعت باخ، موسيقى بيتهوفن، وبالذات ملحن كلاسيكي مجري اسمه بيلا بارتوك، كل فترات السكوت والنسب النغمات لبعض بالمقطع الذهبي بتلعب دور في الجمال، في شكل الإنسان، في شكل الارشيتكشر، بما فيه لكوربوزيه أحد المهندسين المعماريين الفرنسيين المشهورين جدا بالمعماريين، اسمه لكوربوزيه في القرن العشرين. يعني كل تصميمات عماراته حاجة اسمها المودولار. المودولار ده كان مبني على ايه؟ المقطع الذهبي. كلها قيم جمالية ملهاش دعوة بالعلم. تخيل بقى لما قيم لها دعوة بالأخلاق والدين ووجود الله والشعور بالجمال، والله جميل يحب الجمال، تخيل بقى تبص تلاقيها جايه لك في نظريتك. مش كده بس، ويروحوا يعملوا تجارب في المعمل ويلاقوا ان الكوانتم انتانجلمنت حاجه معقده جدا في علم يتصل بالذرات، اسمها كوانتم انتانجلمنت او التلاصق الكمي. دي في علم الذرات وما هو اصغر من الذرات. يلاقوا فعلا الكوانتم انتانجلمنت حسب ما حسبه واحد من غير ما ياخد باله ان المقطع الذهبي داخل فيه، اسمه لوسين هاردي، بيشتغل هو الحقيقه ولد شاب ايرلندي الاصل بيشتغل في كندا. لوسين هاردي لقاها ان هي المقطع الذهبي اس 5 من غير الاسم على 2. شوف طيب ف استعجبوا، راحوا في المعمل لقوها. جت بقى الطاسه الكبرى لاينشتاين وخطأوا انهم قاسوا الاشعه الكونيه ولقوا ان نظريتي ان هي الكتله تساوي الطاقه تساوي الكتله، فمربع سرعه الضوء مقسوم على 22 هي الصح، لانها تديني 4.5% من اللي هم كانوا متصورينه. يبقى في 95.5% مفقوده. لا مش مفقوده في المعادله بتاعت اينشتاين. لكن حضرتك ان شاء الله هتصحح هذه المعادله وصححتها، واعتقد كمان ان هذا الامر مرشح سيادتك لجائزه نوبل مره اخرى. الله ما يجعل كلامهم خفيف علينا لما يكون واحد اسمه محمد النشائي، ويعني اسف يعني مش بعتذر ولكنه مسلم ومسلم بجد يعني، وبالاضافه لكده انه مصري وقومي عربي، يعني من اللي بيحبوا القوم العربيه. فارجو يعني ان يقدروا يبلعوها، خصوصا بقى الطامه الكبرى ان انا مش عالم رياضه ولا عالم طبيعه اساسا، دي هوايتي، انا مهندس. يعني ان شاء الله نتمنى ان سيادتك تكون الحاصل على جائزة نوبل القادمة ان شاء الله، والعربي المسلم القادم بقوة على جائزة نوبل. ولكن فيما يخص النظريات العلمية، سيادتك عدت الى مصر، تريد ان تنهض بمصر علميا من خلال مجموعة اسس وبشكل علمي، وتكون فريق ينهض
بمصر. عايزين برضو نتكلم على النقطة دي شوية. أنا هكون صريح معك، وأنا أكن للشخص الدكتور مرسي كما أعلنت لما كنت مرشح محتمل لرئاسة الجمهورية كل احترام، هو أستاذ جامعة، فأنا بالطبيعة يعني أنا متحيز لأني أنا أستاذ جامعة، فبتحيز لنفسي على الأقل، مش كده بس، وأنا مهندس وهو مهندس على فكرة، هو مهندس ميكانيكا في علم المواد، يعني أقرب شيء للشيء اللي أنا كنت عايزه لمصر، وهو ليس تخصصي وليس ولعي. أنا ولعي كلها بالعلوم اللي ملهاش فايدة خالص، زي علم الكون وعلم أينشتاين، كله كلام كده تاخد عليه جوائز ويطبلوا له وتفرح بيه طبعا جدا، غير ان الجائزه مش بطاله كام مليون ينفعونا دلوقتي، لكن قيمته لمصر، خليني اكون صريح معاك وانا عمري ما اكذب لما يكون كلام عن مصر، لا قيمه لكل جوائز نوبل دي خالص لمصر ولا في ال50 سنه الجايين، غير ان واحد منكم فلاح ابن فلاح زي حالاتي يحصل عليها فتروح العقد النفسيه، عقده الخواجه انت عارف، يعني عقده تروح، لكن ملهاش قيمه. اللي ليه قيمه هي حاجه تقنيه اسمها تقنيه النانو، دي مهمه جدا. والدكتور مرسي رئيس جمهوريتنا، سيد الرئيس دكتور مرسي متخصص في علم المواد، ده اقرب حاجه في الهندسه لعلم النانو تكنولوجي اللي انا نبح صوتي. انا على فكره صوتي كان زي عبد الحليم حافظ، اسال مراتي والله، بس باظ بقى من ان انا عمال اصرخ بقالي 15 سنه يا جماعه اعملوا نهضه ومؤسسه قوميه لعلوم النانو، وانا مستعد ادفع من جيبي 50 مليون دولار، عشان النظام السابق كان كل شويه يقول لا ده غالي قوي 50 مليون دولار، ده 50 مليون دولار ده بالنسبه للعلم يعني زي ما اعزم واحد على كوبايه شاي، وانا كنت مستعد ان اوفر هذه الفلوس على مسؤوليتي الخاصه اذا لزم الامر، مش بالضروره من جيبي. تصور ان في هذا الوقت قالوا الجدع ده شيء غريب قوي، ده جاي كمان وعايز يدينا فلوس، ده لا ده حاجه خطيره، ابعدوه. طيب استعدوه وابعدوه. تغير الوضع مع النظام الحالي؟ للاسف المشاكل كتيره جدا، لغايه ان في النظام الحالي بعد الاصوات اللي تتاجر بالعلم كلوا الجو بكلام لا علاقه له بمصر. في واحد مثلا عايز يعمل ابحاث في منع الشيخوخه وتطويل عمر الانسان، عيش الانسان الاول عيشه كريمه بعدين طول عمره، لكن لما تعيشني العيشه دي ده انت لما تقصر عمري هشكرك. الفكره مش تطول عمري، الفكره انك توظف الشباب، الفكره انك تمنع البطاله. انت بتتكلم على بطاله فين؟ في شباب بيتكلم لغتين وبيستخدم الكمبيوتر، دي كارثه. لما يكون عندك بطاله في عماله غير متعلمه اوكي تقدر تعملها ونبذل مجهود، طبعا كل الناس سواسيه في الاخر. الشخص اللي عالم العامل اللي ما يعرفش يقرا ويكتب يكون عند ربنا ويمكن لبلده افضل مني 10 مرات، لكن انا بقول لما يكون طلابنا اللي بيجوا من الجامعه مش لاقيين شغل، دي كارثه، دي كارثه. فما تقوليش ان البدايه ان احنا نبتدي ندي للدكتور نشائي فلوس عشان ياخد جائزه نوبل، او نعمل جامعه ونحط فيها شارع بولوفار نوبل عشان اللي يطلع من الناحيه دي ياخد جائزه نوبل. اعمل بيهم ايه؟ ابلهم واشرب ميتهم. طيب. المهم دلوقتي ان نعمل، للاسف الاصوات اللي هي بتخلط العلم بالبروباجندا، يعني بالدعايه لارباح وافكار قليله، واكلين الجو، لان ما عادش في فصل واضح في المعمعه اللي احنا فيها. انا لا يمكن تتصور مدى عدائي مع الحكومه السابقه، عداء كان معروف في كل الصحف، اقرا خناقاتي مع وزير التربيه والبحث العلمي والتعليم العالي، ملهاش، ما انا كنت مستشار وبتخانق معاه ليل نهار. دلوقتي الحقيقه انا حتى مش مستشار يعني ما فيش خناق وما فيش اي حاجه، ما فيش الا كميه كبيره من الكلام. انا متاكد ان الدكتور مرسي اللي انا احترمه اشد احترام لما ينظر الى الموضوع مره تانية، والحقيقه بعض الناس اللي انا احترمهم جدا حوالين الدكتور مرسي عارفين انهم بلغوا الرساله الدكتور مرسي ان انا تحت امره في موضوع تقنيه النانو اللي انا لا اهتم بيها لنفسي، لان مش هتجيب لي لا جائزه نوبل ولا هتجيب لي اي حاجه،
لكن دي هي اللي مهمه لمصر. طيب هل تقنية النانو تكنولوجي مستخدمة في مصر بشكل كافي؟ هي دخلت في كل المجالات في دول العالم، في المؤتمرات والسياحات العلمية. نعم. إن الناس تيجي وتطبل، ويجي عالم رائع عنده جايزة نوبل يقوموا يدوا له مثلا $500,000 جنيه حق إنه جنة هنا، وملوش لزوم خالص الموضوع ده كله. وما فيش في نواة لتقنية النانو، نواة موجودة في الجامعة الأمريكانية، أنا اللي غرستها، ورجل فاضل إنجليزي يشرف عليها من الخارج آن وآخر، سير الحقيقة هو أحد مستشارين الحكومة الإنجليزية، وأعرفه معرفة طيبة يعني. والجامعة الأمريكانية بتقوم في نواة بسيطة في هنا وهناك، ولكن أكبرها موجودة في الجامعة الأمريكانية، وأنا اللي حطيتها وأنا اللي عاملها. لكن ده البلاد اللي ابتدت بعدينا، بعد ما أنا أعلنت عن الموضوع ده من 17 سنة، إسرائيل أصبحت بعد أمريكا. البلاد اللي هي كانت علميا متأخرة ولكن عملت فيها، أنشأوا معهد الملك عبد الله اللي أنا كنت أول مدير ليه لمدة بسيطة، معهد الملك عبد الله للنانو تكنولوجي في السعودية. ابتدوا إيران في سكوت وعمل، وبدون دعاية وبدون ظهور في مؤتمرات ولا تلفزيونات، ابتدت تنافس إسرائيل في النانو تكنولوجي، ولكن احنا مجرد كلام. الأوضاع الاقتصادية في مصر السيئة جدا، تطبيق النانو تكنولوجي في مصر ووضع نواة أخرى بشكل أكبر يقوم بها دكتور محمد النشائي برعاية أيضا الدولة، هل تعتقد أن هذا من الممكن أن يؤدي إلى نهضة اقتصادية كبيرة؟ النانو تكنولوجي اخترتها، بقول لك أنا لا أحب النانو تكنولوجي ولا أنا متخصص فيها ولا تهمني شخصيا، ولكن هي دي بتاعت مصر. وما المشاريع العلمية، العلم في خدمة مشاكل مصر لمدة 50 سنة، وكل من يدعي إن العلم للعلم يعمله على حسابه. أنا بعمله على حسابي، ده أنا بدفع فلوس عشان أبقى بشتغل في نظريات أينشتاين من جيبي وما تفهمنيش. لكن ده مهم لمصر؟ لا. مهم للعالم العربي؟ برضه لا. لأن العلم كلمة مطاطة. الناس كان بيقول لك الاتحاد السوفيتي اهتم بالعلم، ده كلام فارغ، ما اهتموش. اهتموا بتطبيق متدني جدا للعلم في انتاج القنبله الذريه والهيدروجينيه عشان يقفوا قصاد امريكا. الصين بتهتم بالعلم، مش كلام، تهتم بالعلم التطبيقي. هم الصين بتبيع فانيلات وبلوزات وشباشب وسبح للعالم كله بما فيها امريكا، وبقى مخزونها من الدولارات اكتر من مخزون البنك المركزي الامريكاني، ومن هذا المخزون ابتدوا بقى يعملوا الحاجات اللي هم عايزين يعملوها. قنابل ذريه تدافع عن بلادهم، صواريخ تدافع عن بلادهم، يطلعوا للقمر يدافعوا عن بلادهم، لكن ما ابتدوش انهم يهتموا انهم ياخدوا جائزه نوبل. ما هو في صينيين ما يتعدوش عايشين في امريكا وعندهم جائزه نوبل، هم بتوع الامريكان، دول الامريكا. دي امريكا البلد الغنيه اللي تقدر تعمل للمستقبل. اما انا دلوقتي محتاج للحظه دي انقاذ مصر من البلاك هول او الثقب الاسود اللي احنا دخلنا اقتصاديا. ده ما يتمش الا عن طريق العلم. لكن العلم ايه خالص بقى عن العلم كلمه التطبيقي، مش علم النظري. تطبيقي. يعني ايه؟ انا عالم محمد النشائي، انت عالم والله فكر لنا تحل لنا مشكله المرور ازاي. انت عالم هي عندك افكار، كلمني على الصرف الصحي، كلمني ازاي هتمحي على البطاله. ده التفكير العلمي. لكن محمد النشائي عايش في امريكا وانجلترا والمانيا ومتربي في المانيا وفي بقه معلقه ذهب، وانا خجلان وانا بقول كده. كنت عايز اخد جائزه نوبل، ده اللي ناقصني انا. لكن لما اكون انا محمد النشائي المسؤول عن هذه الدوله، قلت لا، واللي يتكسف انه ياخد الفلوس دي يصرفها الا في المكان الصحيح، يبقى في حاجه واحده بس، تفكر في حاجه واحده بس، ان كل المصريين الموجودين في مصر وعلماء مصر احسن مني واحسن كل العلماء الموجودين في الخارج بما فيهم انا، وانما لا يعطوا الفرصه انهم ينتجوا. وانتاجهم لازم يكون مش الانتاج اللي ياخدوا عليه جوائز. الانتاج اللي ياخدوا عليه جوائز ده قيمه له. اللي يحتاج الجائزه الكبرى لما واحد مصري يحل لنا المشكله بتاعه الصرف الصحي في مصر بحقه حقيقي، اللي هي في امريكا ما هياش مشكله، ما عندهمش المشاكل دي. ده يبقى هو اللي يحل لنا الامراض المستوطنه في مصر. مش تقول لي عالج السرطان، ما تسيب امريكا تعالج السرطان، انت مالك ومال السرطان؟ انت بالك ده امراض ما تصيبش الا الناس. ده احنا الناس بتتولد ميته عندنا من سرطان لا مثيل له، اسمه سرطان الجهل
والفقر. هو ده اللي انا يهمني. فلما اكون انا راجل عالم صحيح وما افكر بهذه الطريقه وما اعملش دعايات واسمي النهضه العلميه في مصر باسمي، او ان انا احاول ان اكسب بيها مكاسب شخصيه لنفسي ولمجدي انا. طبعا كل انسان يحب نفسه ويحب يكبر نفسه، بس مش على حساب امته ومش على حساب لحظه رائعه في تاريخ مصر، وهي ثوره نظيفه نعم. حلوه جت، ولكن الثمار اللي جت لغايه دلوقتي لا تدل على الاساس بتاع هذه الثوره. طيب لو سيادتك يعني تقدر تقرب للساده المشاهدين فكره ازاي احنا ممكن نستخدم النانو تكنولوجي في النهضه في مجالات اقتصاديه مختلفه، او نستخدم العلوم التطبيقيه في حل مشكله من المشاكل اللي بتمر بيها مصر الان. بدون شك ده واضح جدا ان اهم مركز عندنا، اهم جامعات عندنا هي جامعه القاهره، جامعه المنصوره، وجامعه جامعه القاهره الاسكندريه، وجامعه عين شمس والمنصوره. دول الجامعات الاساسيه. كل الجامعات كويسه، لكن دول جامعات اساسيه. ما بنيش جامعه جديده. I don't carry myself thinly، يعني ما وزعش انا العسل على رغيف قد كده بحيث انه طعمه يضيع، ما يبقاش عسل، يبقى بصل. لازم اركز امكانياتي على جامعه القاهره، جامعه اسكندريه، جامعه عين شمس، جامعه اسيوط، انا نسيت اسيوط دي جامعه رائعه، وجامعه المنصوره. دي الجامعات الكبيره اللي لها وزن جدا. اركز، مش افتح واروح وما اعتمدش على الجامعات الخاصه. دي اخر حاجه، على الرغم ان في جامعتين خاصتين لا باس بيهم جدا، وهي الجامعه الامريكانيه، ولكن لها اسباب سياسيه ولها حاجه. وعلى فكره يعني من الجامعات اللي طلبتها من اكتر الناس اللي عندهم ولاء وارتباط بمصر مش بامريكا. فانا بقول لكن الكلام اللي يتعمل هنا مش البحرجه العلميه، مش ان انا شاركت مش عارف في مؤتمر ايه ونشرت في صحيفه غراء ولا في مجله غراء البحث الفلاني. قول لي انت هتعمل ايه؟ عندنا مشاكل حقيقيه. ازاي تحدد اهم مصدر للقوه فينا من غير ما تضرنا؟ عارف انت اهم مصدر للقوه في الصين هو ايه؟ واهم مصدر في القوه لمصر هو ايه؟ هو زياده التعداد. ازاي بقى تخلي التعداد يزيد ومصر تستحمل يكون عددها 200 مليون و300 مليون، بس تزود المقادير على الانتاج وعلى انك تاكل وتلبس، واهم من كل ده تعلم ال 300 مليون دول. ده التفكير العلمي. التفكير العلمي في اسمه ديموغرافي، يعني علم ايه؟ علم التعداد وعلم السكان. طيب. تطبق الحاجات دي. العلم سهل جدا في النانو تكنولوجي. انك تعمل بالبلدي خالص، يعني انا بلدي شويه، تعمل من الفسيخ شربات. لان حتى الصرف الصحي، طبعا ده كلمه مقرفه جدا معلش، ده مليانه بروتين، وتتحول عن طريق الكيمياء والنانو تكنولوجي الى بروتين زي الصويا بالظبط. ما بقولش ان حاجه زي كده بتعمل، لكن تصور ان مدينه هامبورغ اللي انا نميت فيها كطفل، هامبورغ في المانيا، بتشرب الصرف الصحي بتاعت مدينه بريمن. لو حد سمعها في مصر كانوا يضربوه بالرصاص. ده بيحصل في المانيا. ولما كان بيدرس لي استاذي الالماني بيقول معلش يا جماعه ما تسامحوني اما اقول لكم انتوا على فكره بتشربوا وطبعا ميه من انظف ما يكون لانها بتنظف بالعلم. ما هو انت شجره التفاح بتحط لها سماد ايه؟ مش احنا عارفين السماد بيجي منين؟ جله الجاموسه، مش بيطلع منها تفاح. طب ايه اللي مستغرب ليه ان يكون عندنا حاجه بتطلع من الصرف الصحي صويا؟ ده حاجه من الحاجات اللي ما بياخدوش عليها جائزه نوبل، وان شاء الله ما حد خد جائزه نوبل، وانما ده جائزه نوبل بالنسبه لمصر. ازاي انت توظف الشباب ده عن طريق ان الميديا اللي بنسميها احنا السوشيال ميديا، اللي هي من اهم الحاجات اللي سببت في نجاح الثوره. ولكن ما نعملهاش بقى للثوره، نعملها ازاي عشان كل دول يتوظفوا، كل واحد يعرف فيه شغلانه مستنياه فين امتى وفين، وبسرعه الاتصال تتحول المجرد ان احنا نصور لمجرد الثوره، نفضل سايرين كده على طول زي ماو تسي تونج. ده ماو تسي تونج خرب الصين لما قال الثوره المستمره. ما فيش حد يقدر يستمر في ثوره كده على طول، الواحد يصوره وبعدين يهدى. السوشيال ميديا انا طلبت من الدوله السابق انهم يدوني الفرصه ان اعمل
السوشيال ميديا دي ازاي تنقذ البطاله في مصر. طبعا مش هقول كل الكلام ده لان واحد تاني هياخده ويقولوا ان هو اللي قال. انا بقى زهقت من اللي بياخدوا افكاري. لكن اللي انا عايز اقوله، مره سالوني دكتور محمد تقبل تبقى وزير البحث العلمي؟ قلت لهم اه. هتقول ايه للسيد الرئيس؟ قلت لهم انا ما كنتش عارف وقتها شفيق ولا الدكتور مرسي اللي هيكسبوا، كانوا الاثنين موجودين. قلت لرئيس الجمهوريه هقول له ارجوك اقفل وزاره البحث العلمي وعيني انا بالنيابه اكون وزير الكناسين، وهنضيف لكم مصر دي تنظيف ما عمركوش تخيلتوا انها تتعمل، لان هطبق كل ما اوتيت من تفكير غير نمطي وتفكير اللي خلاني اوصل المقطع الذهبي الى انها الطاقه الداكنه. انا هغير من المقشه دي وهكون اول واحد هقف بمقشه، ومش هقول كل سنه وانت طيب زي ما بيعملوا، وانما هكنس الشارع فعلا. لكن منظمه البحث العلمي والبحث عن جائزه نوبل والكلام ده مش وقته لمده 50 البحوث سنة. والعلوم التي تفيد البشرية فقط وليس البحوث مش البشريه النظريه. انا ماليش تفيد دعوه مصر. بالبشريه مصر يعني الإنسان ولا الانسان المصري فقط. انا ماليش دعوه بحد تاني. مشكلة النظافة حضرتك اتكلمت عنها، ودي مشكلة عويصة. يعني جبنا لها شركات من بره ولكن ما فيش فايدة، وجبنا شركات من بره ليه؟ من جوه لكن ما فيش فايدة. يعني لو حضرتك يعني برضو طرحت لنا رؤية وتأكد ما حدش هياخدها، ممكن ندي لحضرتك كمان نسخة من الحلقة وتبقى دليل على اليوم اللي حضرتك طرحت فيه النظرية فيما يخص مسألة هي بسيطة وعويصة في نفس الوقت. لا، هي أبسط من كده. توعية الناس وإن الواحد يعرف إن وزارة الصحة في وقاية وفي علاج، والوقاية أرخص مليون مرة من العلاج. نعم. كمية الأمراض اللي موجودة في الزبالة وفي الأوضاع النفسية، على فكرة الأمراض بس مش أمراض بس اللي هي بكتيريا، في أمراض نفسية بتيجي من القباحة. إحنا شعب جميل. أنا لا أعتقد بأي مقياس إن في أجمل من الرجل المصري وأجمل من المرأة المصرية. إزاي ده يتناسب مع اللي أنت بتشوفه لما تروح جمهورية إمبابة وتشوف جبال؟ أنا ساكن عندي بيت في جامش بتزحلق على الجبال والأولاد بيتزحلقوا على جبال الزبالة في بشتيل، وفي ما أنت تعرف الأورال وما وراء الأورال وما وراء بشتيل وما وراء البصراوي. خلي الوزراء دول يروحوا يقعدوا شويه في البصراوي عشان يعرفوا العيشه حقيقي. هم ولا نسيوا لما مجرد بيتولوا الموضوع بينسوا ايه الدنيا. 99% من المصريين عايشين ازاي. الموضوع في منتهى البساطه، ان انا هقول للأعور أعور في عينه، مش هأصرف فلوس كتيره على تطويل على ابحاث الشيخوخه ولا تطويل عمر الانسان، وانما انا اول حاجه زي البرنامج اللي انا قلته لما كنت انا مرشح لرئاسه الجمهوريه، اذا لم انجح فاني اوظف في ظرف سنتين 3 مليون 3 مليون وبعدين كل سنه مليون، انا رجل فاشل ولن انتظر ان اقول لكم البطاله سيقضى عليها في تقريبا 5 سنين او 6 سنين لو حضرتك طبقت ما تقوله وما وعدت به فيما يخص هذا الامر. قسما بالله كان هذا عزمي، وكان هذا يعني ما انا متاكد ان هعمله. وانا الحقيقه لم اؤمن، وانا هزعل مني الليبراليين، انا الحقيقه مزيج غريب جدا. انا ليبرالي مسلم اخوان مسلمين، يعني انا ليبرالي 100% باكد من الاخوان المسلمين. شوف بقى ده يتحط ازاي. وساعات في واحد زمان بيقول ده ليبرالي من الاخوان المسلمين وشيوعي، لكن الحقيقه مش كده خالص. الحقيقه ان احنا استقينا من العلم ما يكفي، لان الليبل دي او الماركات اللي تلزق على الواحد، ده اخوان مسلمين ده سلفي. انا عدد اصدقائي القريبين مني جدا، واحدهم الحقيقه مستشار للسيد الرئيس، القريبين سلفيين. يعني لا تتخيل واحد متربي في اوروبا وليبرالي وبمنطقي ومراتي مش محجبه، ولكن اعز اصدقائي سلفيين واقعد معاهم ما فيش اي اشكال، ان بنتكلم بالمنطق بنتكلم بالعقل. طيب فكنت انا نفسي ان اعطى الفرصه فعلا ان انا اثبت ان الكلام ده هو اللي هيتعمل فعلا، وان ننتهي من عمليه البهرجه الاعلاميه. الاعلام اصبح سيف ذو حدين. يعني ممكن انت تغمي الناس
انا بسمع حاجات لما بيتكلموا على العلم شعر راسي بيقف والله، يعني ما بقاش عارف يعني فقدت المقدره على اني انطق. وكنت ارجو من الله ان السيد الرئيس، اي سيد رئيس، انا قلت اي واحد الشعب المصري هيختاره هو رئيسي حتى لو كان اشد الناس عداء لي شخصيا، ان السيد الرئيس يتفرغ الان للمشكله الحقيقيه في مصر اللي قامت بسببها كل الثورات، مش بس الثوره المصريه وانما كل الثورات على هذه الارض، من اول المارش بتاع ال10,000 ميل بتاع ماو تسي تونج، لايام الهجوم على البستيل في فرنسا، لايام لما السفينه المعروفه ضربت في سانت بيترسبورغ في روسيا وابتدت الثوره الروسيه. الفقر اللي هو الابن الغير الشرعي او الشرعي للجهل، ان السيد الرئيس يتفرغ هذا الموضوع ويفرق ما بين كلمه بحث علمي وبحث علمي. لن ننجح الا بالعلم، عشان كده لازم يكون عندنا جوائز نوبل، ده كلام فارغ. طب تفتكر يا دكتور العلم ممكن يحل مشكلة عويصة جدا لمصر زي مشكلة المرور، ولكن طبعًا بشكل بسيط طبعًا، من غير ما يعني أنا للأسف أنا من أصدقائي القدام، من أقرب الناس إلي، خصوصا لما أقيل من الوزارة، أنا دايما مع المظلومين، يعني دايما تلاقيني في صف المظلومين. مش عارف، عصام شرف قبل ما يبقى رئيس وزراء كان وزير مدة بسيطة للنقل واتشال زي ما انت عارف. كان النقل، لا كان ماسك ايه، ترانسبورتيشن، دكتور عصام شرف، وبعدين بقى رئيس الوزراء. هو عصام شرف درس ايه؟ درس حل مشاكل المرور، ما حلهاش برضه. ليه بقى؟ انشغل بقى في مشاكل الكرسي. انا ارجو من الله الكرسي بتاعكم ده ملوش اي تاثير يعني عليا. الوزير التكنوقراط لما حد بيقعد على الكرسي بيتعب. لا، ده كان رئيس الوزراء. لما كان وزير كل اللي عمله هو رئيس وزراء. وهو يعني اقدر اقول لك عصام شرف كان من اعز الناس عندي في الدنيا، من كتر ما انا احبه، انه طيب ولطيف وكده. لما بقى رئيس وزراء، ده مش عصام شرف اللي اعرفه خالص نهائي. يعني المشكله في الكرسي. مش عارف، لكن خطواته في البحث العلمي تدل انه ما هوش عارف حاجه عن البحث العلمي، او انه هو كان استاذ في الجامعه. لا، ده انا عايز اقول لك حاجه. عصام شرف اللي بقول لك احبه جدا شخصيا، كان ما فيش محاضره انا احطها، حتى في محاضرتي في الاوبرا اللي كانت سبب في خناقه بيني وما بين واحد مش هذكر اسمه، لما كان بيحاورني فيها، اللي هو بقى بعد كده في الثوره بقى وزير اعلام، كان اسمه ايه؟ في كتير، في دكتور اسامه هيكل. كان بيحاورني اسامه هيكل. هو كان في اول صف، وانا دايما في اول صف في محاضرات عصام شرف، من كتر ما انا بحب كلامه وطريقته في تقديم الموضوع. فاول حاجه كان بيقولها عصام شرف، اتذكر في محاضره من اللي انا حضرتها له في اول صف، بيقول من حقوق الانسان لازم يقولوا في الانسان له حق الانتقال. عشان هو بيتكلم عن بساطه، التعبير كان جميل جدا وفي منتهى الذكاء. طب لما انت كنت رئيس الوزراء ايه اللي حصل؟ ده انت نقلتنا لورا علميا. يعني يا عصام انت وقتنا مش عارف اقول ايه. دلوقتي هو ماسك قناه السويس، ارجو من الله انه يعمل فيها الملاحه كويسه، او ماسك حاجه ليها علاقه بقناه السويس. الحقيقه مش فاكر. تطوير، هو ماسك مشروع تطوير، مشروع قناه السويس اللي كل المرشحين لرئاسه الجمهوريه بيقولوا انه مشروعهم كان ان هم ياخدوا جزء من الناحيه دي والنص الناحيه حوالين قناه السويس ويخلوها يعني ممر مائي يشابه البوسبروس في تركيا. الحوار مع حضرتك ممتع جدا، بس الوقت خلص. الوقت بينتهي، فانا عايز من حضرتك كلمه اخيره، يعني يتاح لحضرتك الوقت انك توجه كلمه اخيره. للاسف الوقت خلص بسرعه جدا. كلمه اخيره لمين او جايه لمين؟ هتوجهها لمن تحب ان توجه اليه الكلمه، للنظام، لرئيس الدوله؟ انا حاجتين، انا للشعب المصري للشباب. الحقيقه لقد حان الوقت ان الشباب يتكلم بالنيابه عن الشباب. الشباب المصري هو اذكى واعظم ما هو موجود في مصر، واعظم آلة لإنتاج عرفها الانسان لغايه يومنا هذا هو الانسان. نعم. الانسان المتعلم. عشان كده قلت ال 200 مليون مصري لما يزيدوا 200 مليون، لما نتصرف فيها عن طريق العلم، ده قوه غير معقوله. ما تخلوش حد يشكك فيكم، ما تفتكروش ان اللي بره ومشهورين وطلعوا في الاعلام او اتحط صورتهم على التايمز دول احسن منكم.
العكس صحيح. اللي قعد في مصر هو الشاطر اللي قدر يحارب ويقف على رجليه. الشباب المصري رائع ومحدش يشكك فيه، ومقدرته على انه يغير مصر لا حد لها، وهيوصلوا. هي بس المسألة يوصلوا كمان 5 سنين ولا كمان 50، ده فرق. الكلمة الثانية للدكتور مرسي سيد الرئيس، دكتور مرسي أستاذ الجامعة، إنه هو في أسرع وقت يركز مش على مجرد حوار إيه اللي ما بينتهيش ده، وإنما يعمل أشياء عملية على أرض الواقع تغير من الوضع الاقتصادي، مش بالإعلام وإنما بالواقع. هتبص تلاقي الكلمات الحوار ما عادلهاش معنى. كلنا هنقف مع السيد الرئيس، أنا شخصيا واقف معاه كده وكده، ما عنديش إشكال. لكن أنا بقول لك الناس بمجرد ما تشعر، الناس مش عايزة مجرد حرية، مش عايزة بعبعة زي ما أنا بتبعبع دلوقتي. لو أنا زمان كانوا قبضوا عليا قبل ما أطلع هنا، يعني هطلع هروح البيت مفيش حاجة. مش الناس عايزة تاكل، الناس عايزة تسكن وتتعالج، الناس عايزة نهضة اقتصادية بسرعة، لأن احنا أوضاعنا سيئة. وبترجى الرئيس إنه يركز على هذه النقطة ويتجه مباشرة بحكومة قوية فيها رؤساء رئيس وزراء ما يهموش إلا حاجة واحدة بس، مش إنه يراضي الناس أو يقول كلام منمق، وإنه في ظرف ال6 7 أشهر الجايين نبتدي نشعر بوادر تغيير اقتصادي. مش هنتغير اقتصاديا إلا بعد مدة طويلة، لكن المستقبل هيكون باهر ورائع بعد الانتفاضة اللي احنا عملناها، اللي أنا الحقيقة كنت عجوز ما فيه الكفاية إن أنا ما كنت خايف منها أول الانتفاضة دي، بس حضرتك لكن لسه الحمد شغال لله يا إن دكتور. هي دكتور تمت بخير. دكتور محمد صلاح النشائي العالم المصري الجليل، أشكرك شكرا جزيلا على هذا اللقاء. مشاهدينا الكرام، كل الشكر لكم أيضا. وبعد هذا الفاصل نتابع أزمة جديدة، أزمة نقص السولار والبنزين. فاصل قصير، انتظرونا.